السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله كامل تكونوا بخير على خير، وان شاء الله لا فيديو تاع اليوم تلقاكم في احسن الاحوال وفي صحه جيده. اليوم ان شاء الله يا البنات راح نديروا مع بعض لي تارت بلي فخوي. واحد لي فون دو تارت يجوا مقرمشين، يجوا ولا ارواح، يعني محمرين. شوفوا كي طايبين ما شاء الله. واحد الكريمه خفيفه خفيفه يا البنات، يعني لازم تجربوها. وواحد ديكوراسيون يعني اللي يعني بسيطه، على قد بساطه تاعها، على قد يعني لو شارم تاعها، وحاجه بريزونطابل، يعني تقدروا تقدموها لضيافكم، ولا تقدموها يعني مناسبات تاع النجاح. ربي يدوم النجاح ان شاء الله على كل البيوت الجزائريه والعربيه. الف الف مبروك الكامل اللي نجحوا في البيام، اللي ما نجحوش نقولوا من العقوبه العام الجاي ان شاء الله. والعقوبه ان شاء الله اصحاب الباك يا ربي حتى تفرحهم ان شاء الله كامل كيما نجحوا. اذا بسم الله على بركه الله راح نبداو الوصفه تاعنا. وقبل ما نبداو ما تنساوش تصلوا وتسلموا على اشرف خلق الله عليه الصلاه والسلام. هذه الوصفه واش نحتاجو؟ عندي 125 غرام مارغرين، وعندي نص كاس تاع السكر الناعم، نحيت منه مغرف كبيره وعوضتها بالسكر الحرش، يعني السكر العادي تاع القهوه. فوالا. دوك نقول لكم بعد، نقول لكم علاش يعني خلطت بين السكر سكر غلاس والسكر الحرش. هنا عندي زوج مغارف كبار تاع الزيت، وعندي حبيبه تاع البيض. راح نديرو رشه تاع الليم، وراح نديرو مغرف تاع لافاني. ما تنساوش الرشه تاع الليم تاع الملح عفوا، ضروريه في هذه الوصفه. راح نمزج الخليط تاعي، وهنا لازم تمزجوه مليح يا البنات حتى تشوفوه تشكل كريمه بهذا الشكل، حتى تشوفوه تحصلوا على واحد الكريمه. راح نضيف الفارينه تاعي بالتدريج. المقادير هذه راح تديلي يعني من زوج كيسان ونص حتى 3 كيسان، يعني الكاس الثالث ديروه غير بالتدريج يا البنات. هنايا قلت لكم درت الكاس الاول تاع الفارينه، وضفت عليه رشه يا على راس المغرف تاع خميره الحلويات. ما تكثروش خميره الحلويات، يعني غير على راس المغرف باش تجيكم خفيف. هذا مكان هذا الكاس الثاني تاع الفارينه. وراح نضيفوا الكاس الثالث، راح ندخله غير بالتدريج ونشوفوا. قادر يديلكم 3 كيسان، قادره تديلكم زوج كيسان ونص، وقادره تديلكم 3 كيسان غير ربع، يعني على حساب حجم البيض وعلى حساب الفارينه الى تشرب ولا لا. ودوك تشوفوا القوام اللي تحصلنا عليه. وهنايا البنات ما تدركوش العجينه غير باطراف الاصابع فقط ولموه. هذا مكان يعني شوفوا انا شحال قعد لي من الكاس الثالث، تقريبا واحد زوج مغارف كبار هكذاك. هذه هي العجينه اللي تحصلت عليها. نديرها في الاليمونتير ونديرها في الفريجيدير ونخليها تريح على الاقل نص ساعه حتى لساعه. نجو نصنعوا الكريمه يا البنات. هنا عندي زوج مغارف كبار تاع المايزينا، وكما شفتوا يعني ما عمرتهمش سوا. راح ندير لهم كاس كبير تاع الحليب، وراح ندير مغرف كبيره تاع السكر ولافاني. فوالا مغرف تاع لافاني تاع القهوه. وراح نديرو فوق النار حتى يعني الخليط تاعنا يولي بهذا القوام. هنايا البنات تقطع للمقطع. هنا تضيفوا مغرف تاع مارغرين، يعني مغرف صغيره تاع القهوه حليب. ضيفوها وخلطوا خلطوا الكريمه تاعكم. غطوها بالفيلم اليمونتير، ديروه اون كونتاكت وديروها في الفريجير حتى تبرد تماما. نرجعوا لا كريم شانتيي. هنا نطلعوا اون كريم شانتيي عادي، نديروا كاس تاع كريمه الشانتيي مع كاس تاع الماء. والكاس تاع الماء ما ديروش دفعه واحده، يعني ديروا كاس غير ربع. وشوفوا الا شتوه مازال متماسك مليح ضيفوه كملوا. انا كملت لي الكاس تاعي لانه كاين كريمه الشانتيي اللي راهي تجي يعني خفيفه بالبزاف، يعني كي ديري لها عبر بعبر تجيك مايها بزاف. هنا بعد اللي بردت الكريمه تاعي كامل هذيك اللي صنعتها لا كريم باتيسيا، راح نقلبها على الكريمه تاعي كريمه الشانتيي. وراح نضرب يعني ضربه خفيفه فقط، ما تكثروش تضرب، هنا راح تفسد لكم الكريم. يعني فقط حتى تمتزج هذيك الكريمه الشانتيي مع كريمه لا كريم باتيسيا. راح نحبسه. نقول لكم يا البنات علاش درت مغرف تاع سكر حرش، خلطتها مع السكر كلاصي باش تعطينا هذيك القرمشه في لي تارت تاعنا، وتعطينا هذاك اللون الشباب. يعني الا درتو غير سكر كلاصي راح تجيكم يعني كريم بغي او بات بغيزي، يعني تجيكم رطبه بزاف ولا طريه بزاف. الناس اللي تحب القرمشه ضيفوا هذوك زوج مغارف تاع الزيت، وضيفوا هذيك المغرف تاع السكر. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. يعني انا نبغي لي فون دو تارت يجوا يعني فيهم هذيك القرمشه شويه، ما يجوش يعني طرايه بالبزاف. هنا الكريمه تاعنا بعد اللي وجدت معنا راح نجيب اون بوش ادوي
وراح نديرها، او عفوا نجيب اون بوش، نعم اون بوش ادوي، وراح نديرها فيها، نحتفظ بها في الثلاجة، يعني لو طون اللي نطيب لي فون دو تارت تاعي ويبردوا. هذه هي الادويه اللي استعملتها، يعني درت اللي فمها شويه كبير هكذا باش تساعدني، لانه لي مول تاعي يعني شويه كبار راح ندير فيهم. فوالا قلت لكم درتها في الثلاجه خليتها تريح، وهذه هي لي مول تاعي راح نطيب في هاد لي مول. نجبد العجينه تاعي بعد اللي كانت يعني ريحت مليح، راح نبلاصيها في لي مول بهذه الطريقه. هنا رقوا شويه العجينه يا البنات، ما تخلوهاش خشينه بزاف، رانا دايرين شويه خميره هكذا باش ما تجيناش لاباط خشينه بالبزاف، او لي فون دو تارت تاعنا ما يجوناش خشان بالبزاف. راح نكمل كامل الكميه اللي عندي. فوالا انا درت لي 10، يعني 10 تاع لي باركات كما راكم تشوفوا فيهم، ولا تاع لي فون دو تارت. وهادو كانوا يعني هادوك الصغار دارت لي 4، يعني اون تو دارت لي 14 حبه. اللي حبت ضعف المقادير الضعف. هنا راح نجيب فرشيطه وراح نثقبهم كامل كما راكم تشوفوا فيهم على الاطراف وفي الوسط. وهنا راني مشعله الفرن تاعي على اعلى درجه. كي ندخلهم نقص للفرن، انا شعلت له للامانه، شعلت له من الفوق ومن تحت. هنا نقصوا الغاز بزاف يا البنات، يعني نقصوا له، خلوه يطيب فيه غرضو هكذا باش يدينا هذيك لاكولور الحمراء الشابه. وها من لي فون دو تارت تاعنا، يعني بعد ما طابوا شوفوا ما شاء الله، طابوا حميمرين، طابوا على لون واحد، جاو ما شاء الله يعني واحد القرمشه فيهم ولا اروع، يعني مقرمشين و ميم طون يعني طرايه، يعني كي ديرهم في فمك ما تحسيهمش يابسين. فوالا هذه هي النتيجه اللي تحصلنا عليها. انا بعد اللي بردوا كامل راح نجيب لا كريم تاعي وراح نبدا نعمر فيهم بهذه الطريقه، يعني من الوسط هكذا ديروا دوره ودوروا مع لي كوتي بهذا الشكل. انا على كل حال راح نعمر معاكم زوج فقط، والاخرين حنكملهم من بعد نوجدهم في طبق التقديم بهذا الشكل. راح نكمل واحده اخرى نشوفوا بالطريقه هكذا، يعني من الوسط وندور هكذا وروح مع الاطراف. الكريمه هذه اللي تحصلت عليها ولا اروع، خفيفه 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 ريشه. هذه لا كريم دبلومات يعني معروفه، خدموا بها لي طاقت تاعكم تجي ولا اروع، يعني خير من لا كريم باتيسير ولا لا شانتي وحدها. وانا زينته بحاجه بسيطه، يعني انا عندي حبيبه تاعني قطارين قطعتهم شرائح رقيقه بهذا الشكل، درت 4 شرائح كما راكم تشوفوا. وندير حبيبه تاع سوغيز، ودرت غير شويه تاني هكذا شريحه تاع ولا شرائح تاع الليمون بهذا الشكل. وفوتت عليهم شويه ناباج ولا اي حسيله عندكم ولا شربات راكم صانعينها، يعني نعطيكم فكره تاع الناباج. ديروا يعني ديروا فنجال او نصف فنجال تاع سكر، نصف فنجال تاع الماء، ديروه شويه يغلي مع مغرف صغيره تاع الماء زينه، خليوه يغلي غير شويه ومن بعد خليوه يبرد تماما، وديروه فوق الفاكهه تاعكم راح يجيك الناباج هكذا. فوالا هذا هو التزيين اللي زينت به. راح نكمل الحبه الثانيه وراح نتلاقاو في طبق التقديم ان شاء الله. وهذا هما لي تارت بلي فروي تاعنا، جاو ولا اروع يا البنات، واحد الكريمه خفيفه خفيفه ريشه ما شاء الله. لي تارت جاو حميمرين، جاو مقرمشين، جاو يعني او ميم طون فيهم القرمشه وطرايه، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. ودوكا راح نقسم معكم حبيبه باش تشوفوا يعني القوام تاعها كيفاش جا داير. نخليكم يا البنات نقول لكم تخلوا في صحتكم، ما تنسونيش بالجيم والبارطاج فضلا وليس امرا. اللي مازال ما اشتركتش في القناه تاعي نقول لها واش راكي تستناي حبيبتي، تفضلي مرحبا بك. الى اللقاء في الملتقى ان شاء الله، وتهلاو في صحتكم.